السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهاردة ان شاء الله هقول لكم تفرزوا الملوخية ازاي. الملوخية دلوقتي في السوق هي صغيرة جدا بس جميلة. طبعا اللي ملحقش يفرز ملوخية يفرز الملوخية، مش غالية في السوق. انا جبتها وهفرزها بطريقة جميلة جدا، ولا هتخرطي ولا طبعا هتضربي في الخلاط وتسلقي، ولا الطريقة دي خالص. طريقة جميلة جدا وجديدة، وبجد انا جربتها تحفة. طبعا ال- الملوخية بتاعتي انا قلتلكوا ولا هنسلقها ونضربها في الخلاط، ولا هنخرطها ونعجنها بشوربة او بمية ونحطها في الفريزر نفرزها. اهم حاجة نسمي الله ونصلي على رسول عليها افضل الصلاة والسلام، ونبدأ بقى الطريقة بتاعتنا. اهم حاجة اللي شاف الفيديو ما ينساش يعمل لي اللايك، ويعمل طبعا ويشاهد الفيديو شوية، ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ونخش على الطريقة بتاعتنا. انا طبعا الملوخية بتاعتي مسكتها، غسلتها، قطفتها ومسكتها غسلتها وحطيتها في المصفى. خلاص كده اتصفت ونشفت معايا اكياس التلاجة. همسك الملوخية بتاعتي في اكياس التلاجة وهعبيها. طبعا زي ما انا ما قلتلكوا، انا مش هخرط الملوخية واشيلها في الفريزر او اعجنها بشوربة او بمية، ولا همسكها اسلقها على النار زي الطريقة اللي انا عملتها معاكم قبل كده. انا عملت معاكم كذا طريقة. ولا هعملها واحطها على النار وطبعا اسلقها واضربها في الخلاط. انا هعمل الطريقة الجديدة دي بجد بجد سهلة جدا، ومش هتخرطيها، هتطلعيها من الفريزر على طول كده تبقى جاهزة معاكي للتحضير. همسك طبعا الاول الملوخية بتاعتي كده، هبتدي احط على قد الكمية اللي انا محتاجاها، الكمية اللي انتي هتستخدميها بس تخليها في الكيس، بحيث ان انتي ما تطلعيش وتاخد هوا بره من التلاجة وبعد كده تيجي حطاها في التلاجة. انا هحط كل كيس بتاع التلاجة ده الكمية بتاعتي كلها. انا كان معايا الكيس التاني لقيته صغير مش هياخد معايا كمية، جبت الكيس الكبير المقاس الكبير ده، عشان خاطر طبعا ديت وهي ورق غير ما بتبقى متخرطة. لما بتبقى متخرطة بتبقى في كيس صغير، لكن كده هي بالورق بتاعها صحيحة زي ما هي. هبتدي كده امسك الملوخية بتاعتي اطلع كل الهواء اللي فيها. طبعا انا بوريكم بس لسه في اخر الفيديو هوريكم تعملوا فيها ايه. همسك كده الملوخية بتاعتي وبنفس الطريقة هعبيها. طبعا زي ما قلت لكم بتتغسل وتتحط في المصفى، مش بتنشفيها زي اللي هتخرطيها، بتسيبيها حتى لو فيها بعد ندى من المية ما تخافيش، احنا كده كده هنفرزها سليمة. وهنبتدي بقى نفضي كل الملوخية بتاعتك على حسب انت عايزة تفرزي. الملوخية ديت انا كنت عاملة الفيديو ده من زمان، بس طبعا نسيت ان انا انزله وما كنتش ممنتجاه، فانا حبيت ان اقول لكم ان انا يعني انا شايفة ان في ملوخية كتير في السوق. اللي ملحقش يعملها بالطريقة دي بجد يجربها وهتبقى سهلة عليه. طبعا ولا بقى مخرطة ولا نقعدوا بقى نحطه في خلاط ولا حاجة. هتمسكي بقى كده تطلعي كل الهواء، وهاجي على حرف الكيس من فوق وهاجي ماسكة عاملة العقدة اللي انتوا شايفينها دي، وابتدي افرد بقى الملوخية بتاعتي بحيث ان انا لما اجي اطلعها من الفريزر ما تبقاش مكلكعة، تبقى مفرودة. افتحها تتفرد معايا، تتكسر معايا، لما ما تبقاش مثلا اللي هي في مكان واحد او انا كبساها تبقى مكلكعة معايا. هتحطيها، هتطلعها من الفريزر وهتيجي ماسكاها اهو. انا كده هبتدي بقى اعمل بنفس الطريقة كده، طلع كل الهواء اللي فيها. ولما اجي استخدمها بتطلعي من الفريزر بتلاقيها متلجة، وهي متلجة كده شوربتك تكون على النار بتغلي. هتظبطي الشوربة بتاعتك وتيجي مطلعة الملوخية من الفريزر على الكبة بتاعتنا، الكبة بتاعت البصل او اللي بتفرمي فيها اللحمة. الكبة بتاعتك كبة كهربائية ديت بتحطي فيها الملوخية وتفرميها، بتطلع معاكي اكنك خرطها بالمخرطة وتطلع خضرة خالص معاكي. انا كان نفسي اوريكم بعد ما اتخرطت زي ما انتوا شايفين كده. هتطلعيها وتضربيها في الكبة، بعد كده تحطيها في الشوربة بتاعتك، بجد هتلاقيها متقطعة تقطيعة المخرطة وهتبقى خضرة معاكي وطازة. وزي ما انتوا شايفين كده بصوا ما شاء الله. انا بقى دولت ما شاء الله دولت كانوا 3 كيلو، يعني انا وزعت ال3 كيلو كده في ال4 اكياس، عشان احنا بنحب الملوخية بتبقى ايه اكلة يعني ايه، بتبقى سريعة بسرعة معانا وتبقى جاهزة. اهم حاجة اللي شاف الفيديو ما ينساش يعمل لي لايك وشير ويفعل الجرس، والسلام عليكم.